غزة انهم يقتحموا الحدود المصرية ويدخلوا سيناء. اين يفر سيد كداب؟ الى مصر متاخر مصر مصر ليست ملجأ لهؤلاء، غزة هي مكانهم. الموضوع مش اول مرة يحصل. في 2008 اسرائيل حصرت القطاع وقطعت كل احتياجات القطاع من غذاء ووقود علشان بعدها اهل غزة يفجروا الحاجز الحدودي اللي بيننا وما بينهم، ودخل ساعتها الاراضي المصرية مئات الالاف من الفلسطينيين لحد ما وصل العدد ل1.4 مليون، علشان بعدها اسرائيل تقفل الحدود وتمنع رجوعهم تاني لارضهم، علشان بعدها بشهور يرجعوا تاني بالعافية بعد محاولات من مصر. الخطة باختصار هي سياسة الارض المحروقة، خنق غزة من كل الجهات وقصف عمليات عسكرية ضخمة تدفع اهل غزة انهم يقتحموا الحدود المصرية ويدخلوا سيناء. طب ايه هدف اسرائيل من المخطط دوت؟ بمنتهى البساطة انها تقدر تستولي على الجزء اللي فاضل من الارض، انها كمان تنهي حاجة اسمها مقاومة من الاساس. فالموضوع مش جديد يعني، لكن ايه السيناريوهات اللي ممكن تحصل الفترة اللي جاية؟ استمرار القصف شوية وبعدها الوضع